السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم الطبخ مع رضا. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ثم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله اخواتي غادي نوجدوا مسمن خامر في الفران ولا مسمن بريوش. هذا المسمن هذا اللي كيجي رطب كيجي مفشفش بحال البريوش ودغيا كيوجد ما كياخذش واحد الوقت طويل في التحضير ديالو، ومكونات اللي هي بسيطه ومتوفره في كل بيت. واهم حاجه كيجي لذيذ بزاف وكيجي رطب. نتمنى تبقاو معايا لاخر الفيديو باش نشوفوا المكونات والطريقه. نبداو على بركه الله بالمكونات. عندي هنا اخواتي جوج زلايف كبار ديال الفرينه، كل زلافه فيها 300 غرام، يعني 600 غرام ديال الفرينه. كنغربلو الدقيق ديالنا، غادي ندير حفره في الوسط وبسم الله غادي نوضع فيها جوج معالق كبار ديال السكر حبيبات. كنضيف عليه معلقه كبيره عامره ديال خميره حبيبات حيت الجو بارد. غادي نضيف كيس ديال الفاني وكيس ديال خميره الحلويات وزن 7 غرام، واحد المعلقه صغيره ديال الملح حسب الذوق. عندي هنايا كاس ديال الحليب الدافئ، الحليب يكون دافئ ما يكونش سخون بزاف باش ما تموتناش الخميره. كنضيفوه على الخميره، غادي نخلط شويه. عندي هنايا معلقه كبيره ديال الزبده اللينه، انا هنا استعملت غير الزبده ديال العلبه ما نديروش المارغرين. وعندي الماء الدافئ باش غادي نجمعوا العجين ديالنا. صافي بسم الله كنخلط هذاك العجين عادي، غادي نخلط الخميره مع الدقيق وباقي المكونات، وغادي نضيف في هذه المرحله المعلقه ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده اللينه. كما قلت اخواتي هنا استعملت الزبده ديال العلبه، ما نديروش مارغرين الخاصه بالتوريق، ولا نديرو ديال العلبه من الاحسن. صافي غادي نبداو نجمعو بالماء الدافئ. كنجمعوا العجين ديالنا وحنا كنضيفوا الماء الدافئ غير شويه بشويه. العجينه ما كتكونش قاصحه وما كتكونش مطلوقه بزاف، العجينه كما كنعجنوا المسمن العادي. كنبقى نضيف الماء غير شويه بشويه ماشي دفعه واحده، وحتى كنجمع العجينه ديالي. الا خصني الماء كنزيد. هنا اخواتي من بعد ما جمعت العجينه غادي نهودها لسطح العمل باش ندلكها شويه، واحد 2 دقائق ولا 3 باش كترطب لنا العجينه. هاد العجينه هادي كنخدموها اخواتي واحد شويه حيت ما غاديش نخليوها تخمر ولا نديروها في كيس ونخليوها ترتاح. كما كتشوفوا القوام ديال العجينه اخواتي، هنا بعد ما غسلت يديا من العجين كيبان القوام ديال العجينه اللي طريه لينه. تعطينا الطوع للخدمه، ما كنخليوهاش قاصحه باش كيجي هذا المسمن ديالنا كيجي رطب وكيجي مفشفش وكيطلع. هنا اخواتي عندي واحد زليفه درت فيها شويه ديال الزيت وغادي نقسم هاد العجينه هادي. كتقسموها على القياس اللي بغيتو نتوما ديروا المسمن. انا هنا قسمتها على 3 وكل جزء غادي نقسموه على 2 باش نحصل على 6 ديال المسمنات. من بعد ما قسمت العجين ديالي ل 6 ديال الكرات كنقادوهم هكا كما كنديروا المسمن ديالنا العادي. غادي نردهم في القصعه اللي جنت فيها، كندهنها مزيان بشويه ديال الزيت وكندهنوا حتى الكرات ديالنا ديال المسمن كندهنوهم مزيان بالزيت. صافي غادي ندير عليهم بلاستيك غطائي ونغطيهم ونخليهم 5 دقائق ولا 8 دقائق ماشي كتر، راه غير حيت الجو بارد. الا خليناهم خمروا بزاف غادي تبقى تقطع لنا العجينه ملي نكونوا نخدموا بها. الوقت اللي غادي يرتاح فيه العجين كنوجدوا هنايا واحد الزلافه درت فيها شويه ديال الزيت المائده، وفي الزلافه الثانيه غادي ندير واحد 3 ديال المعالق كبار ديال السكر حبيبات. غادي نضيف عليهم كيس ديال سكر الفاني، وغادي نضيف عليهم 3 ديال المعالق كبار ديال الكوك ولا جوز الهند. هاد الخطوه اخواتي اختياريه، يعني بغيتو ديروها ما بغيتوش ماشي ضروري. هاد المسمن هذا غادي نورقوه بالزيت وغادي نديروا له السكر والكوك وكيس ديال الفاني. بغيتو تستغناو عليها كتستغناو عليها.
هنا من بعد ما خلينا العجين ديالنا ارتاح، هنا اخواتي خليته 8 دقائق، راه غير حيت الجو بارد، راه كانت درجة الحرارة 7، داكشي علاش خليته 8 دقائق. ولكن ملي كيكون الجو ساخن راه في الساع كنخليوها غير واحد 5 دقائق ما كنفوتوهاش. صافي كندهن سطح العمل بشويه ديال الزيت، وكنبدا نورق العجين ديالي عادي كما كندير المسمن. كنبدا نورق المسمن بالزيت كما كتشوفوا اخواتي، راه ارتاحت العجينه، راه بدات كدير فقاعات. صافي من بعد ما كنطلقها كما كنوجدوا المسمن كنرش عليه الكوك والسكر والفاني، وغادي نطوي على 3 كما كنديروا المسمن العادي ديالنا. كندهنو بالزيت، ضروري اخواتي ديك الدهنه بالزيت باش كيجينا مسمن ديالنا مرق. وكنولي نطويها على 3، وكندهن شويه ديال الزيت، ما كنكثروش الزيت بزاف، غير شويه كندهنو. وكنولي نرش هذاك الخليط ديال الكوكو والسكر، وكنطوي المسمنه على 3. من بعد ما كنطويها بهذا الشكل عادي، ما كنطرقوش عليها دابا، غادي نخليها كترتاح في واحد الصينيه مدهونه بالزيت، وكنغطي عليها بلاستيك غذائي. ونفوتو نوجدو الاخرين بنفس الطريقه الثانيه حتى هي كندهنها بالزيت، وكنرش الخليط ديال الكوك والسكر. وديما كنديرو ديك الدهنه ديال الزيت، غير ما كنكثروش بزاف، وكنديرو الخليط ديال السكر والكوك. صافي وكنجمعو المسمن ديالنا عادي وكنكملو. هنا من بعد ما كملت الكميه ديال المسمنات اللي عندي، كنبدا بهذيك الاولى اللي بديت بها هنا في الوسط، هذه هي الاخيره. كنبدا بهذيك الاولى وكتكون ارتاحت شويه باش كنطرقوا عليها وكتعطينا الطوع، ما كتبقاش نضغطوا عليها وهي كتولي. هنا باستعانه بشويه ديال الزيت، راه ما كنكثروش اخواتي الزيت بزاف. صافي كنطرقوا عليها غير شويه، ما كنضغطوش بزاف، كنردوه رقيق كما ديال المقله. هذا هو السمك ديالو اخواتي، كنخليوه شويه باش كيجينا هكا بحال البريوش. من بعد ما ضغطت عليها كنديرها في الطاوه ديال الفرن اللي فرشت لها ورق الطهو. الثانيه حتى هي بنفس الطريقه غادي نستمر حتى كنكمل هاد 6 ديال الحبات اللي عندي. كما قلت اخواتي ما كنطرقوش عليه بزاف باش ما كيجيناش رقيق، كنخليوه شويه بهذا السمك هذا باش كيجينا مسمن بحال البريوش، كيجي شويه طالع. هنا درتهم في الطاوه ديال الفران، خليتهم متباعدين شويه حيت باقي كيخمروا وغادي يطلعوا في الطياب. هنا اخواتي حيت الجو بارد بزاف راني دفيت الفران شويه، ماشي سخون بزاف، ودرتهم خمروا في الفران الداخل. هنا اخواتي من بعد ما فاتت ساعه بالضبط باش خمرنا المسمن ديالنا كما ذكرت، حيت كيكون الجو بارد راه ضروري كنخليوه يخمر. ومني كيكون الجو سخون راه في الساعه واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه كتلقاه يخمر. كما كتشوفوا اخواتي راه ضاعف الحجم ديالو وخمر، راه طلع. صافي غادي ندهنوه. هنا عندي واحد البيضه كامله، زدت عليها معلقه صغيره ديال الحليب وقطرات ديال الخل. بالنسبه للتزيين كتزينوا باش ما بغيتو اخواتي. هنا عندي شويه ديال الكاوكاو ايفيلي، وهنا عندي السكر العادي، هنا غير سنيده غليظه وغربلتها وكنزين بها، ماشي هذاك السكر الخاص بالمخبوزات. صافي كندهنوا المسمن ديالنا، حيت المسمن راه طالع كندهنوه غير بشويه باش ما كيطيحناش الخميره. وكتزينوا اخواتي باش ما بغيتو جنجلان ولا تخليهم غير هكاك حتى كيطيبوا وكتزينوهم، ولا دهنوهم بالعسل من بعد، ولا كديروا لهم الكوك، ولا مهم التزيين كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب اللي متوفر. هنا حبات زينتهم بالكاوكاو ايفيلي، وحبات درت لهم السكر حبيبات ولا ديك السنيده الغليظه. كندخلوا المسمن ديالنا الفران اللي كيكون سخون من قبل، النار مشعول غير من الاسفل فقط حتى كيطيب النار من الاسفل وكيبدا يتحمر مع الجوانب. عاد كنردوه كيذهب من الوجه ديالو. ما كنجهدوش النار بزاف باش كنخليوه كيتورق لنا في الفران وكيطيب على خاطرو، ما كيتخطفش في الطياب. ونتلاقاو من بعد ما يطيب ان شاء الله. وهذا هو المسمن ديالنا بعد ما خرجناه من الفران. مسمن اللي كيجي طالع، كيجي مفشفش، كيجي الشكل ديالو بحال البريوش. هاد الحبه اللي دهنتها غير بالبيض كندهنها بشويه ديال العسل ونرش عليها شويه ديال الكوك.
أنا أخواتي طرق مختلفة للتزيين، وكل واحد كيزين بداك الشي اللي متوفر واللي على حسب الرغبة. هاد المسمن كما كتشوفوا معايا اخواتي اللي كيجي رطب بزاف وكيجي بحال البريوش، وكيتحضر في واحد الوقت قصير. كتبقى غير المده ديال الاختمار ديالو هي اللي شويه كتاخد الوقت، خاصه في فصل الشتاء. اما ملي كيكون الجو سخون راه فيستا كيوجد. من الوصفات القدامين، وصراحه كيجي لذيذ وكيبقى اقتصادي. هنا كما شفتوا اخواتي راه ما ورقتوش بالزبده، غير بالزيت. وحتى ديك الخطوه ديال الكوك ولا والسكر الا بغيتو تستغناو عليها كتستغناو عليها. كنتمنى حقا تجربوا هذا المسمن، هذا راه كيستحق التجربه، واكيد الا جربتوه غادي يعجبكم. غادي نقسم معكم اخواتي هنا المسمنه باش عن قرب باش تشوفوا كي كيجي من داخل. مسمن اللي كيجي مورق وطبقة باينين، ما كيجيش مدقس نهائيا، وكيجي لذيذ وكيبقى اقتصادي. كما شفتوا معايا اخواتي راه ما استعملتش فيه الزبده في التوريق. وتا ديك الخطوه ديال الكوك والسكر ممكن تستغناو عليها الا بغيتو، كتورقوه غير بالزيت. مسمن اللي كيجي لذيذ بزاف وكنتمنى تجربوه واكيد غادي يعجبكم. وكيجي رطب بزاف، راه واخا كيبقى غير كدفيوه وكيولي بحال يلا طيبتوه. كنتمنى اخواتي يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك وتعاليقكم اللي كتشجعني بزاف وباش نزيد نستمر. الى فيديو جديد ووصفات جداد، مع السلامه.